السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم طريقة البسطرمة العراقي. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة هنحطه في الكبة. معانا البهارات بتاعتنا، معانا بصل بودر وتوم بودر وكزبرة وحلبة مطحونة هنضيفهم على اللحمة. معانا فلفل اسود وبابريكا بابريكا، ومعانا توم مفروم، ومعانا قطعة سمنة بلدي، ده لو اللحمة مفيهاش نسبة دهون، لو اللحمة حمرا. البابريكا مدخنة، في بابريكا عادية وفي بابريكا مدخنة. احنا ضفنا البابريكا مدخنة بتديلها لون وطعم في نفس الوقت وريحة. هنضربهم في الكبة شوية لحد ما ينعموا، لان كل ما القوام بينعم كل ما تديكي نتيجة افضل. دلوقتي بعد ما ضربناها في الكبة هنبدأ ناخد حبة حبة ونحطهم في كيس تلاجة ونفردهم قدامنا على الترابيزة بالنشابة او بايدك. نبتدي نفرد قطعة اللحمة بحيث ان نخليه السمك رقيق جدا على قد ما نقدر. نفرده ونشيل الزيادة. بعد كده هوريكم طريقة هنقسم بيها اللحمة وهي في الكيس، عشان لما نيجي نطلعها من الفريزر هنطلعها قطع على هيئة قطع مكعبات. السمك اللي انت بتفضليه، بس يفضل ان هي تبقى رقيقة بحيث ان انت لما تيجي تقليها مع البيض ما تاخدش سوا. هنبدأ بحرف المعلقة، بسن المعلقة، ونبدأ نقسمها لمكعبات زي ما انتوا شايفين كده. الحجم اللي انتي بتفضليه. بعد كده هنطبقها وندخلها الفريزر لحد ما تجمد ونطلعها على الاستعمال على طول. هناخد قطعة تانية ونحطها في كيس، يعني كمية النص كيلو اللحمة يعمل معاكي تقريبا 3 اكياس من البسطرمة العراقي. طعمها تحفة وما تفرقهاش عن البسطرمة العادية، لان طبعا البسطرمة حاليا سعرها اترفع. دي مش هتبقى مكلفة زي اللي برا، يعني تكلفتها هتبقى في متناول ايديكي وحاجة نظيفة ومضمونة. طبعا انا عشان بحاول ان انا اطلع السمك رقيق قوي على قد ما بقدر بفردها، فبتسيب فراغات. ممكن انتي تمليها، ممكن تعملي، مش شرط تفرجيها بطول الكيس او بحجم الكيس، الحجم اللي انتي عايزاه. ونرجع نقسمها تاني لمكعبات.
لحد ما نخلص الكمية كلها. اخر حتة طبعا مش كبيرة قوي. وممكن برضو يعني فكرة تانية، انت تفتحي كيس التلاجة لو عندك الحجم الأكبر، وتحطي كمية اللحمة كلها، حبة من فوق، كيس من تحت وكيس من فوق، وما بينهم طبقة اللحمة، وتفرديها بحجم بكمية اللحمة كلها، وتبتدي تقسميها بالمعلقة وتدخليها. ولما تجمد وتتعمل المكعبات، تجمد وتمسك نفسها، هتاخديها تحطيها في علبة، أو تخليها لو حابة تخليها في الكيس زي ما هي، وتاخديه ساعة الاستخدام. مفيش ولا أبسط ولا أسهل من كده طريقة لعمل بسطرمة نظيفة وجميلة، وريحتها كمان هتشميها مع قطعة الزبدة أو السمنة اللي هتعمليها على النار خرافة، ومالت ريحة البيت صراحة. ريحة جميلة، ريحة التوم مع الحلبة مع البابريكا مع التوم، صراحة الريحة كانت جميلة جدا جدا. كده خلصنا الكمية كلها، ويا رب يكون نال إعجابكم.